والله الذي لا إله إلا هو لو أن لذة المعصية بقيت طول العمر، ما العمر إلا قليل، الدنيا كلها قليلة والباقي منها قليل، والذي لكل واحد منا منها قليل والباقي من قليله قليل. الله أعلم، الله أعلم متى ينادى على أحدنا. والله إنا لا ندري، قد لا نقوم من مقامنا هذا. فما تفيد المعصية؟ بلاء في الدنيا ووعيد بالعذاب في الآخرة. علينا أحبتي في الله أن نعمر ما بقي من أعمارنا بتقوى الله، بذكر الله، بطاعة الله، فإن العبرة بالخواتيم، وإن الكريم يقبل منك آخرك. فالله الله يا إخوة، الله الله في هذه الأعمار، الله الله في هذه الأنفس. أمانة عندنا وغدا تعذب بأعمالنا إن شاء الله تعذيبها إذا سلمت من الشرك، أو يتفضل الله عليها بالجنة بسبب أعمالنا. الله الله يا إخوة، يحذركم الله نفسه. والله لو أن أحدنا منذ أن ولد إلى أن يموت وهو في عبادة لله سبحانه وتعالى لا ينقطع ما قام بحق الله، لكن الله رضي منا بالقليل. والله لو أن أحدنا بمعصية الله نال نعيم الدنيا، والله ضغطة في القبر، لحظة من نعيم من عذاب القبر ينسيه كل نعيم الدنيا. والله غمسة في النار تنسيه كل نعيم الدنيا، فكيف بدخولها؟ ووالله لو أن أحدنا عاش شقيا في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن لحظة بشارته عندما يفارق الدنيا فيتمنى لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه تزيل كل هذا الشقاء. نعم، الرجل المطيع لله إذا حضر الأجل ونزلت الملائكة ووقف ملك الموت عند رأسه ينادي: يا أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذا بشر أحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه في هذه اللحظة. والله يا إخوة شيء من نعيم القبر ينسي الإنسان شقاء الدنيا. والله يا أحبة غمسة في نعيم الجنة، غمسة فقط تنسي الإنسان شقاء الدنيا، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا يا أحبة لا نقبل على طاعة الله؟ لماذا لا ننزجر عن معصية الله؟ الدنيا قليلة والدنيا قصيرة والأجل مخبأ عنا لا ندري متى. فالله الله أحبتي في الله، اتعظوا بمواعظ الله وأقبلوا على طاعة الله وانزجروا عن معصية الله لعلكم ترحمون.